من اكتر الاسئله اللي بتجيلنا على طول هو ايه البروتوكول اللازم لعلاج مرضى النخاع الشوكي؟ يعني مثلا مريض يبعت لنا يقول ابعتوا لي البروتوكول او ان انا كده شغال صح او شغال غلط وهكذا. في الفيديو بتاعنا النهارده هناخدكم في رحله مع مرضى النخاع الشوكي عندنا في المركز، من اول ما بندخل وبنبدا نعمل التقييم لغايه ما بنبدا مراحل العلاج بتاعتنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لينا. معكم دكتور محمد ياسين، أخصائي العلاج الطبيعي لعلاج مرضى الأعصاب. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم أو هناخدكم في رحلة مع مرضى النخاع الشوكي عندنا في المركز. خلينا نتكلم في الأول ونقول إن النخاع الشوكي أو إصابات النخاع الشوكي بتنتج نتيجة حاجتين أساسيين. أول حاجة فيهم حاجة تروماتيك، اللي هي حاجة إصابة، بمعنى حصل حادثة، وقعنا من فوق، في حاجة وقعت علينا وأيا كان اللي حصل. بتبدا اول ما بيحصل المشكله دي بنبدا نعمل اشعه، وبعد كده بنبدا ندخل العمليه بتاعتنا. العمليه بتاعتنا بتبقى تثبيت فقرات وبتتثبت وهكذا. تاني حاجه مرض جه للنخاع الشوكي واثر عليه، يعني دي مش حاجه تروماتيك، يعني مش حاجه اصابه، لا ده هو اي اصابه جت او اي فيروس جه في النخاع الشوكي بدا ياثر علينا او ياثر على الحركه بتاعتنا نتيجه التهاب في النخاع الشوكي، كدمه في النخاع الشوكي، اي حاجه من الكلام ده كله. اتفقنا؟ بعدها بنبدا على طول اول ما بنطلع من العمليه او اول ما بناخد العلاج الرئيسي للفيروس اللي جالنا بنبدا نتوجه للعلاج الطبيعي. طيب في المرحله بتاعه العلاج الطبيعي اول ما بتشرفنا بنبدا نعمل تقييم كامل للحاله بتاعتك. طيب ايه التقييم اللي احنا المفروض نعمله؟ التقييم ده بيتقسم عندنا لكذا حاجه. اول حاجه نشوف العضلات الاساسيه بتاعتنا. العضلات الاساسيه اللي هي عضلات الجذع بتاعنا او الترنك، وعضلات الرجلين وعضلات اليدين والكلام ده كله. بنشوف الهدف منها ان احنا نشوف العضله بتاعتك واصله لانهي مرحله من المراحل بتاعتنا. تاني حاجه الاحساس، مستوى الاحساس بتاعك واصل لغايه فين؟ هل هو واصل لغايه الصدر، واصل لغايه السره، واصل لغايه الرجل، واصل لغايه الركبه وهكذا. ودي طبعا بتبقى اكوردنج للاصابه بتاعتك او تحسبا للاصابه بتاعتك الليفل بتاعها فين. طيب بعد كده بنبدا نشوف التحكم في البول والبراز. هل الشخص ده بيبدا ان هو يتحكم ولا لا؟ بنقدر نحس ولا لا؟ وهنا بنبص على 3 حاجات. بنبص على التحكم الكامل للحاجه دي، وبنبص على الاحساس بتاع ان انا وانا بعمل حمام ببقى حاسس ولا لا، وبنبص على الاحساس بتاع المنطقه اللي حوالين مناطق الاخراج، هل موجود فيها احساس ولا مش موجود فيها احساس. طيب بعد ما بنبدا نكون الشكل بتاعنا من التقييم بنبدا نحطك على حاجه اسمها ايشيا سكيل. ايشيا سكيل ده زي ما اتكلمنا عليه قبل كده هو 4 أو ل5 مراحل. بتبدا من اول مرحله A انتهاء للمرحله D. طبعا كل ما كانت المرحله من ناحيه C و D و E كل ما كان التحسن بتاعنا احسن، او كل ما البروجنوزس بتاعنا كان كويس بالنسبه لنا. بعد مرحله التقييم الكامله دي بنبدا نحط البروتوكول الخاص بالمريض بتاعنا. والبروتوكول بقى بنبدا نتكلم على التمارين اللازمه ليه، بنتكلم على شكل الكهرباء اللي احنا هنشتغل فيها معاه، وبنتكلم على التمارين المعينه اللي احنا هنشتغلها على منطقه الحوض والقسطره والكلام ده. يلا بينا نشوف، يلا بينا. بتبدأ التمارين بتاعتنا بتمارين عضلات الوسط أو الجذع، واللي بنعتبرها واحدة من أهم المناطق اللي لازم نتدخل فيها أو نشتغل عليها. وفي طرق كتير جدا وتمارين كتير جدا هدفها إنها تشتغل على المنطقة دي. بنبدأ بالتدريج في التمارين بطريقة تدريجية لغاية ما بنوصل لتمارين الوقوف والاتزان أثناء الوقوف. كمان بنحاول نشتغل على منطقة الدراعين أو منطقة العضلات بتاعة الإيدين، لأن إحنا يعني المريض بتاعنا كده كده هيجي وقت ويبدا يقف بالكراتشز او بالعصايه، فهيبدا يحتاج العضلات بتاعه الايد بقوه اكتر. بعد كده اثناء فتره التمرين لازم المريض بتاعي يعتمد على دراعه اكتر شويه، لان المريض بتاعي رجله او القدمين بتوعه ما بيبقوش احسن حاجه في الاول، فبنبدا نشغل العضلات بتاعه الدراعين بشكل قوي شويه. بالتوازي مع برنامج التمارين بنبدا مع المريض بتاعنا رحله الاستثاره الكهربائيه. وهنا بنتصدم لما بنعرف ان معظم المرضى بيكون عندهم معلومه غلط بتقول ان الاستثاره الكهربائيه بتعمل تليف في العضلات، والحقيقه انها مفيده جدا، لكن لازم تتعمل ببارامتر معينه واجهزه معينه صحيحه عشان تبدا تديك النتيجه اللي احنا عايزينها. بنبدا الاستثاره الكهربائيه واللي بدورها بتختلف من مريض لاخر على حسب طبعا مستوى الاصابه، فبنبدا نشوف ونحدد العضلات المصابه ونحدد البارامتر اللازمه لكل عضله فيهم. وطبيعي جدا ان نلاقي عضلات مختلفه، بمعنى ان في عضله نلاقيها بتشتغل ببارامتر معينه او ببارامتر كويسه، وفي عضله تلاقيها ما بتشتغلش اصلا بالبارامتر دي، فده طبيعي وما فيش مشكله فيه خالص. بنبدا بعدها ندرج مع المريض لغايه ما نوصل انه يقدر يشيل اوزان على رجله وهو بيعمل الكهرباء دي. طب ايه الفايده من الكلام ده؟
الابحاث كلها الجديده قالوا ان الطريقه دي بتحافظ على قوه العضله وبتمنع ان العضله دي يحصل فيها ضمور، فبالتالي ان احنا بنبدا نشتغل مع المريض بتاعي الكهرباء او العلاج الكهربائي لغايه ما بنوصل للمريض ده يقدر ان هو يشتغل بالاوزان ونحافظ على الكتله العضليه بتاعته. بعدها بنبدا ندخل على ثالث شكل من اشكال العلاج، واللي بيهتم بعضلات الحوض والعضلات المسؤوله عن التحكم في البول والبراز. بنبدا نشوف المريض بتاعنا معتمد على انهي شكل من اشكال القسطره، ونبدا بعدها ندربه عشان نوصل لهدفنا، وهو اننا نشيل القسطره خالص. بنستخدم ادوات معينه عشان نوصل للمرحله دي، سواء بتمارين يدويه على منطقه الحوض او استخدام الاستثاره الكهربائيه، سواء داخليه عن طريق استخدام الريكتال الكترود او الحاجات الالكترودات اللي بتدخل جوه الريكتال، او خارجيه عن طريق استثاره العصب المسؤول عن التحكم في البول والبراز. وبكده نكون قدرنا ان احنا نغطي الشكل التمارين المعين اللي لازم للحاجات اللي عنده مشكله في البول والبراز ومشاكل القسطره. بكده نكون وصلنا للشكل الكامل لعلاج النخاع الشوكي، او الشكل الكامل للبروتوكول المناسب لاصابات النخاع الشوكي. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو دي هي احدث ابحاث او احدث طرق لعلاج النخاع الشوكي، سواء الاستثاره الكهربائيه او علاج منطقه الحوض او حتى التمارين العلاجيه اللي احنا بنبدا نعملها. مستنيين اي استفسار ليكم في التعليقات، ومستنيين زيارتكم لينا في فرعنا في مصر الجديده. نشوفكم على خير ان شاء الله.